الفترة دي الشغل عندي خفيف شوية وده طبيعي جدا، مفيش حد حياته بتفضل ماشية بنفس الريتم طول الوقت، اوقات ضغط ومشاغل والتزامات واوقات هدوء وراحة وتخطيط. من فترة كبيرة وانا عندي مشكلة كبيرة في الأوضة، الرطوبة مشكلة بتواجه ناس كتير جدا خصوصا اللي عايشين في أوروبا وبالتحديد أكتر الأدوار الأرضية أو السفلية، ومن وقت كبير بقول لازم أعالج المشكلة، بس كل مرة كنت بأجل بحجة ضيق الوقت وضعف الجهد، لحد ما قلت يمكن ده أنسب وقت أصلح فيه الحاجة اللي مأثرة عليا من فترة. حسيت إن ربنا بيقول لي ارتاح شوية، افصل، خد فرصة رتب فيها حياتك من جديد. بالمناسبة كنت قرأت سؤال جميل قوي بيقول احكي لنا عن تأثير غرفتك أو السكن عموما عليك كمغترب. ناس كتير فاكرة إن السكن مجرد مكان تنام فيه، بس الحقيقة عكس كده خالص، المكان اللي أنت عايش فيه بيأثر عليك أكتر مما تخيل. طول اليوم أنت بتعاني شغل، تعب، ضغط، تفكير، زحمة، حرفيا معاناة. آخر اليوم المفروض إنك بترجع للمكان اللي بيخفف ويعالج ده كله، السكن يعني السكينة، الهدوء، الراحة، الترتيب، النظافة، الإحساس بالأمان. عكس واحد كان بيقول لي أنا مش رايح أتجوز، أنا جاي أشتغل وأنام. بس صدقني لو عاوز تصلح حاجات كتير جواك يبقى أول حاجة لازم تصلحها هي مكانك. ممكن راحتك تكلفك شوية تفكير أكتر، بحث أكتر، خوف شوية من المستقبل أو حتى مصاريف زيادة، بس صدقني راحة بالك ونفسيتك أغلى بكتير من أي فلوس. آخر حاجة لما توصل وترتاح شوية ما تنساش أصلك وما تستصغرش غيرك، لأن ربنا وحده عالم بظروف كل واحد وقادر إنه يغير الموازين كلها في لحظة. طيب يلا بقى نفصل شوية ونروح نجيب حاجة ناكلها وتلاقي إن في الزوجة تنقذ الموقف. وده بالمناسبة هيدخلنا على سؤال مهم، وهو أنت مش ناوي تتجوز؟ والصراحة أكيد الموضوع في دماغي وشايف إنها خطوة جميلة ومهمة جدا لأي إنسان ربنا يقدره عليها، مش بس من باب الاستقرار ولكن من باب العفاف وسعة الرزق، وإنك تلاقي حد يشاركك الحياة بحلوها ومرها، يدفعك للنجاح وتدفعه إنه يكون أحسن. وفكرة إن يبقى لك بيت وأسرة وتكون سبب في تربية ذرية صالحة تذكر ربنا ويكون لها أثر طيب في الدنيا، دي نعمة كبيرة جدا. بس برضه كل حاجة بتيجي في وقتها المناسب. دايما أقول اسأل نفسك انا ليه عاوز اتجوز؟ هل علشان كله بيتجوز ويخلف والسلام، ولا علشان استقر وابني بيت ناجح واحقق الايه اللي ربنا قال فيها ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه؟ اخر سؤال حابب اختم بيه الفيديو هو ممكن تقول لنا اتعلمت الصنعه بتاعتك ازاي؟ والصراحه القصه بدات من سن صغير شويه، خصوصا في اجازات الدراسه. كان والدي ربنا يحفظه دايما مصر ان اتعلم حاجه جنب الدراسه، وكعاده اي طفل وقتها كنت بجري العب اضيع وقت وشايف ان الشغل تعب وخلاص. بس ابويا زي اي اب فاهم الدنيا صح كان شايفها بعد مني، حاول معايا كتير، مره نجرب الدهان، مره الحلاقه، مره كذا مره كذا، لحد ما ربنا كتب ان اتعلم الدهان. والحقيقه ما عرفتش قيمه اللي والدي عمله معايا غير بعد السفر. فاكر اول مرتب قبضته من شغلي اول حاجه عملتها اني كلمت ابويا وقلت له شكرا لله ثم ليك، لان بعد فضل ربنا لولا تعبك وحرصك ان اتعلم حاجه ما كنتش اعرف اقف على رجلي بالشكل ده. وعلشان كده لو عندك فرصه تتعلم حاجه ما تضيعهاش. بس برضه مش معنى كده ان ده اخر حلم عندي، بالعكس لسه عندي احلام كبيره جدا واتمنى يوم من الايام ان اكون سبب في تغيير حقيقي وتاثير اكبر، وان شاء الله مع الوقت ده يحصل وهتعرفوا قصدي. كالعاده اسف لو طولت عليكم، تابعوني في فيديو جديد. كنت معاكم انا محمد غطاس من هنا من باريس، وسلام.